في ناس بتشوف كورنيش النيل مجرد شارع طويل ومية ماشية جنبك، بس الحقيقة هو أكتر من كده بكتير. هو الشاهد الصامت على قصص ناس كتير جدا. في اللي قعد قدامه لوحده بيفكر زعلان أو تايه، ولقى الهوا بيعدي من جنبه كده وبيطبطب عليه. وفي اللي مشي مع حد بيحبه ماسكين ايديهم في ايدين بعض، والدنيا حواليهم كانت بسيطة جدا بس كاملة من وجهة نظرهم. في اللي جرب يحلم على صوت المية، واللي قرر قرارات مهمة في حياته وهو باصص للنيل ساكت ومستني رد من الدنيا. الأجمل إن مهما اتغيرت القاهرة وزادت زحمتها وعمارتها، كورنيش النيل هيفضل زي ما هو، حضن واسع للكل، للغني والفقير، للكبير والصغير، الكل له مكان عنده. لو ركزت شوية ممكن تحس إن المية نفسها بتحكي عن ضحكة اتقالت هنا، دمعة نزلت هناك، وعد اتقطع ومكملش، وحب لسه عايش جوه القلب. كورنيش النيل مش بس منظر، هو مكان بنروح له لما الدنيا تقفل في وشنا، أو لما بنحب نحتفل من غير دوشة. هو ببساطة مساحة حرة للمشاعر في مدينة عمرها ما نسيت حد.